5 او 5 او او من دو. البنات الفرنسوية لما تيجي تتكلم او حد بيقلد فرنساوي يقول لك او او من دو. هنا هتتدلع بقى، هنا تدلع براحتك. الفيديو اللي فات قلنا ما نتدلعش في النطق، هنا في الاو املاوت هبتدي ان انا اتدلع. ف 5 5 5 Unterricht Unterricht 5 5 Unterricht 5 5 schon schön Sport können Unterricht 5 5 5 يعني خلي شفتك تتدل لتحت. الشفة التانية اللي هي اللي أدخل من الرفيع، في واحدة رفيعة اللي هي اللي فوق، فكك منها، خليك في اللي تحت كده، واللي فوق ضمها. يعني هتحس بشلل في الأول بس بتتعود. يبقى هنا 5، هنا هنا ضم قوي بقى. Unterricht. طيب بالمرة نكمل كده بشبيل كمان. فأنا عندي حرف الأو، هحط لك كلمة الساعة كرمز للتوقيت أو الساعة نفسها أيا كان، ساعة الإيد أو ساعة الحائط، ولكن بنميز ما بين ساعة الحائط بكلمة فانت، وبنميز بين ساعة الإيد بكلمة هاند. دي خليها في الفوتشات واحدة واحدة أقولها لك، بس ركز لي بس على كلمة إيه أو عشان ما تتوهش. كلمة أو حرف الها عندي شبقها خلاص مش هنطقه، ولكن بركز برضو على الحرف بتاع النهاردة وحرف الأو. ده رمز للتوقيت او الساعة عموما، اللي هي ساعة الايد او ساعة الحيطة. تمام. يبقى Unterricht شوف بضم ازاي. Unterricht Unterricht. تمام. طب الاو شون اس تي هتعمل لك صوت الشين، وهقول لك قواعد نطق تاني باكد لك عليها عشان ما تتوهش. الاس بي برضه تعمل لك صوت الشبه، شبورت، حرف الإيران غير منطوق، شبورت. تمام. هنا عندي الأو أملاوت، فعندي können أهو schön. طيب هنزل على الأو أملاوت 5 عندي فيه بريبوزيسيون أو حرف جر من الفكسل بريبوزيسيونن، وحروف الجر المتغيرة حاجة لسه هتاخدها قدام. فحاجة اسمها über يعني زي ما تيجي تقول كده about، عن حاجة، بتتكلم عن حاجة. تمام. über. طيب ممكن واحد كمان برضو اقول لك ايه تاني، اقول لك übung. بجيب لك شوية على الاو املاوت اكتر علشان انا عارفة انه فيها رخامة شوية. كلمة تدريب يعني übung. تدريب ايا كان نوع التدريب، تدريب بقى كورة، تدريب على اللغة، ايا كان نوع التدريب، فبتقول übung. هنا في الحرفين übung تاني شوف طب لو انت قلت اوبونج غلط. اوبونج ايبونج اي يبقى حرف الاي كده. طبعا ده ايه كلام يعني غلط خاطئ. übung über 5 Uhr Unterricht لغاية هنا خلصنا الحروف الصوتية. 3 حروف صوتية. في حرف زيادة، حرف كمان معانا بيميز الألماني عن حروف الإنجليش. عذرا معلش البرد مبهدلني. عن حروف الإنجليش أو عن أي حروف تانية اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت. أنا قسمت لك الحروف على جزئين. الجزء الأولاني حروف شبه الإنجليش، في حروف بتتفق في النطق وفي حروف بتختلف شوية، وما يستهلك في الفيديو اللي فات ممكن ترجع له سنه لورا. والحروف اللي بعد كده الأربعة اللي بيميزوا الألماني عن أي لغة تانية. طبعا الحروف الصوتية اللي احنا قلناها هي حرف الآ أملاوت، وحرف الأو أملاوت، وحرف الأو أملاوت اللي احنا لسه عاملين عليهم البايشبيلة في الفيديو ده. بعد كده في حرف رابع اسمه اس ست أو شارب اس أو شارفس اس، وده بيرجع لاختلاف انه في بلاد تانية غير ألمانيا بتنطق الألماني. عندك النمسا، عندك سويسرا، عندك مش عارف جنوب ألمانيا غير شمال ألمانيا غير وسط ألمانيا. ففي ليلة فيها جغرافيا شوية، واحنا ناس فاشله في الجغرافيا وفاشله في التاريخ عموما. بس انا احتاج ان انا اعرف اسم الايه، اسم الحرف. ثانيه واحده هقلب لك بس الورقه دي، وبدل ما التبذير مش هنبذر يعني، كفايه الدنيا واللي هي عامله فينا. فبدل التبذير هقلب الورقه واشرح لك الاس ست.
زي الفل. وفي نفس الفيديو قلبت لك الورقة. شفت السرعة؟ شفت السرعة يا فوزي او يا فوزي؟ في واحد معايا اسمه فوزي فضل اقول له يا فوزي، طفل طبعا مش كبير. طيب ال الحرف اللي بعد كده عندنا اهو، شوف برسمه ازاي وانت بتكتب. ده اسمه اس ست. عشان طريقة الكتابة الناس بتتضايق شوية، هرجع اكتبه تحته تاني اهو. بتعمل خط حلو جميل كده، ماشي، وتروح عامل زي، عارف الناس اللي عندها الرياضة، اغلب اللي معايا في الكورسز اصلا ما شاء الله مهندسين، الاي تي بالذات، بتعمل زي منحنى كده. شايف المنحنى؟ الناس بتاعت العلوم برضو كان في منحنيات كده. يا عم اعمل البي، بي بالانجليزي، البي او في دويتش حرف البي، نخ البي اللي بيجي بعد اهو، ونزل شرطة كده. هي معوقة شوية صحيح بس تمشي يعني. حرف البي ونزل شرطة بس عشان تميز انه ده اسمه اس ست. يعني ايه اس ست؟ هو اسمه كده، اسمه في البطاقة ادي الاس وادي حرف لتست، هو اسمه اس ست. تمام. طب اسمه ايه تاني؟ عارفين اجهزة شارب صناع الثقة؟ شارب اس. يعني اس حادة. يعني ايه اس حادة؟ يعني في توب الاس اهي، شارب اس. تمام. طيب اللي بعد الشارب اس شارفس اس، يقولها لك كده. عارفين شرف تقريبا يعني حامي او حاجة في الانجليش، شارفس كده وتحط الاس، شارفس اس. يبقى عندك شارب اس، عندك شارفس اس. على فكرة انا كنت بغلط الناس اللي بتقولي في الكورسز قبل كده على شارفس اس، كنت بقول ما سمعتهاش قبل كده، وكل اللي بتعامل معاهم مثلا بيقول لي شارب اس او اس ست. واس ست ده اللي شائع في الكورسز كلها، يعني انت لما تروح في كورس في اي حته لازم هيقولك الاس ست. لكن الشارب اس ده طبعا ايه، سكان المانيا اللي بيكونوا عارفينه اكتر، او حد عايش في المانيا او تعامل مع المان كتير. ولكن طلع فيه شارفس اس، وتقريبا طلعت تبع النمسا او تبع سويسرا، مش فاكره صراحه، بس هي معانا، يعني هي طلعت معانا في الايه، في النطق. يبقى اسم الحرف اسمه مش صوته، ركز في الحاجات دي مهمه. اس ست او شارب اس او شارفس اس، التلاتة صح. طيب بيتنطق كانه ايه؟ كانه حرف الاس او كانه حرف السين اهو كده. يبقى ينطق الاس ست او شارب اس او شارفس اس. هو طريقه كتابته انت كاتبه كده صح؟ والله صح زي الفل. هتضايق نفسك ليه؟ دي صح ودي صح ودي صح اهو، تلاتة اهو يا باشا. زي المهم فرقوا عن حرف بس البي. يبقى ينطق الاس ست كأنه حرف السين او الاس في الانجليش، او الاس او في دويتش بالالماني. تمام. يبقى الاس ست نطقه في الكلمه كانه السين او كانه الاس، مش هتفرق معايا. والبايشفيل بتاعه ما بيجيش في الاول الكلمه طبعا، بيجي في الغالب في نص في الاخر، وفي الغالب طبعا بيكون في الاخر. فعندك مثلا كلمه شباس، كل اللي على الفيسبوك يقول لك دويتش ماخت شباس، الالماني دراسته ممتعه وسهله وحاجه كده فرعيه. شباس، شايف اس ست اهو، فانا نطقتها صوت السين. طيب السؤال المتوقع اللي دايما بتسأله، لو انا كتبتها شباس كده غلط. انت بتدرس الماني صح؟ هتلاقي ناس في النمسا بيكتبوه كده وبتمشي صح، ناس في سويسرا وبتمشي صح. المانيا بقى بيتعقدوا في عيشتهم، فاكتبوا اس ست وانت ساكت. في بيتكتب اهو، مش هقول لك لا، بس لا اكتب الاس ست لان هو موجود. حرف معانا اسيبه ليه؟ ما انا فاهم انه هي دوبل اس، فخلاص هكتب الاس ست، ما توجعش راسك. يبقى شباس يعني مرح او فرح. بعد كده كلمة شتغاسة، شتغاسة، شتغاسة يعني شارع. شتغاسة. السؤال الأول، ليه الاستيشي هي كده شتي غا؟ ليه الاغ هنا اتنطق وفي كلمة شباط لا؟ هي كده، احفظها زي ما هي واعرفها زي ما هي، واخد ودنك تسمع الكلمة وانت ساكت، لأنه قواعد النطق لو قعدت تمشي وراها هتزهق، وده اللي بيطفشك من الألماني. اسمع وانطق زيهم. هو لو في بيبي صغير وبيتعلم ألماني أو اتولد في عيلة ألمانية بيروح يدن يقول هو بابا هو ليه الاس ست عاملة كده، هو ليه مش عارف ايه، ما حدش بيقول الكلام ده. اتعلم وانت ساكت، بلاش الجدال. ما تحسسناش ان انت داخل في يعني في دبلومة سياسية بحتة. ايه، خف. شتغاسة شباس، شتغاسة شباس. افتكر كلمة شبوت لسه واخدينها من شوية في نفس الفيديو كده. يعني الضرب ان انت تنطق وتعرف معاني كلمات بالعربي. طبعا الارتكل مهمة، ما ركزتش النهارده على الارتكل ليه؟ طبعا لان الفيديو كان على قواعد التفرقة، او مش قواعد النطق قوي، ولكن هي تفرقة ما بين حروف الاملاط
يعني البوكشتابن ohne Umlaut، الثلاث حروف الآ والأو والأو، الثلاث حروف دول فيهم أملاوت ومن غير الأملاوت، ohne Umlaut und mit Umlaut ومع الأملاوت. طيب خدنا الاسد ست وخدنا بايشبيل عليه وعرفنا معناهم بالعربي وعرفنا طريقة النطق وعرفنا طريقة الكتابة. إن شاء الله في نفس الفيديو ده هحاول إن أنا أنزل لكم حد ألماني بينطق الكلمات دي، هجيب لكم حد ألماني بينطق الكلمات دي عشان تتعودوا عليها أكتر. وحاجة كمان لو منفعش إن أنا ألحمه في الفيديو قوي يعني هنزل لك في فيديو منفصل. يعني الكلام المحفوظ، اللايك، الشير، السبسكرايب، الدنيا الجميلة دي لكل الدنيا بقت بتقولها يعني. واستنى الفيديو اللي جاي ان شاء الله، ان شاء الله بمشيئة الرحمن هنشرح ازاي تنطق قواعد النطق في اللغة الألمانية، وازاي الحاجات اللي ينفع يبقى لها قاعدة للنطق وفي حاجات لا، ما ينفعش ان انت تمشيها على قاعدة وتضطر تاخدها، مش هقولك تحفظها ولكن بتتعود عليها زي ما هي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.